هما لسه يومين وهسيبهم يا لا والله الله يوحشونا. مش فترة دي ايش على فكرة عشان مش الوداع. ايوه الوداع. هم زعلانين ان ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله. طبعا انت هتعملي ايه كده يا سوسن؟ النهارده بقى يوم روتين صعب بالنسبه لي انا صعب. ليه؟ انا زي ما قلت لكم كده اليومين دول في وخم وكسل وحاجات كتير كده. فطبعا بصراحه انا كنت مكسله، فحان الوقت ان انا ايه اقوم بقى كده اروق الشقه علشان خاطر الجو حر وانا تهجونه بصراحه. فقلت ايه اقوم انشط نفسي كده وابعد الكسل ده عني واستعيذ بالله كده من الشيطان الرجيم واقوم اشوف ورايا ايه. هشيل بقى فرش الشقه ده كله كده وانفضه وهعمل شويه ايه تنظيفات على السريع كده. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. بحبكم في الله. ما تنسوش اهم حاجه واول حاجه اللايك وكومنت حلوه كده من قلوبكم ودعوه حلوه لينا. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب. طبعا شايفين الواد ملوكه سايبين مع ملك اهي. ملك عايزه تنزل تلعب تحت في الشارع، يعني انا عايزه ايه اشوف ورايا ايه واطبخ بتاع ده واشتغل وانفض. واخوها صاحي وهي عايزه تنزل تلعب. يرضيكم؟ قولوا لها انتوا كده بقى بالله عليكم كده في الكومنتات كده. لا يا ملوكه ما ينفعش، تساعدي ماما واشتغلي معاها وخليكي شطوره كده وحلوه وعسوله كده. وشيل اخوك حتى على الاقل. هي انا مش عايزاها تعمل اي حاجه، انا عايزاها بس تشيل اخوها. والله بصراحه الطفل الصغير ده بيبقى عايز حد يشيله طالما هو صاحي او بيزن او كده. فطول ما هو بعيط انا ما بعرفش اعمل حاجه. فلو هو ساكت انا هعمل كل حاجه وهخلص وانجز يعني. اما لو هو عيط طبعا مش هقدر اعمل ولا اكمل الحاجه اللي انا عايزاها. فادعوا لي كده ان انا خلاص كده على خير وهو ساكت وربنا يهديه كده وهي تشيله. هو بيلعب شوفوا ماسك فيها والله العظيم بايده واسنانه اهو. شايفين اهو ماسك فيها ومش راضي يسيبها. يا ربنا يهديهم. يلا يا حبيبي تابعوا معايا الفيديو. شايفين انا هشيل بقى كل الفرشه اللي هنا دي كده كلها كده وهنفضها. انا فتحت الشباك ده يهوي كده يا حبايبي. شايفين الاولاد بهدلوا السرير ده، يعني بهدله ما اقولكوش على البهدله اللي هم عملوها فيه. يعني حبايبي شايفين ما شاء الله المنظر روعه تحفه كده. ده ورا المنزل اللي انا فيه. اللهم صل على النبي. الاراضي الزراعيه كلها كده بتتجهز للمحصول الجديد اللي هو الرز. كل سنه وانتم طيبين. وطبعا اول حاجه بيعملوها في الارض كده بيحرتوها، يعني بيجردوها وبيظبطوها كده وبعد كده بينزلوا عليها الميه دي. يعني بتنزل فيها ميه كده زي ما انتم شايفين يوم واتنين. ولما بتبقى الميه واقفه فيها كده بيجيبوا بقى الحصان ده وواحد بقى يمشي بقى بالحصان ده كده في الارض لما يظبطها برده. وبعد كده يبدروا بقى الرز. اللهم صل على النبي. بعدها بكام يوم الميه بتنشف والرز ده بيبدا يخضر بقى كده ويطلع. اللهم صل على النبي بقى. طبعا انا في الوقت ده كنت بغسل وقلت ايه اخدكم معايا جوله كده وانا بغسل برده بعد التنفيض ده والارهاق اللي انا فيه ده. انا بصراحه كنت بخلص كده بالليل وخلصت يعني بعد المغرب كده بصراحه. فاللهم صل على النبي. بعد كده طلعت بقى انا وملوكه في البلكونه. احسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله. تعملي ايه يا سوسن كده انت والواد ملوكه الوحش ده الوحش ده؟ طالعين نشم الهوا كده في العصريه يا حبايبي. شايفين ما شاء الله ورانا البحر بقى كده يعتبر زي البحر. على رأي ملوكه بنتي انا عايزه اروح البحر ده يا ماما. شايفين ان شاء الله الاراضي كلها فيها ميه وشكلها جميل. طبعا العصريه كده الجو على الطراوه والهواء الميه دي جايبه طراوه اكتر. فبصراحه البلكونه هنا الهواء فيها جميل جدا. فقلت اطلع انا والواد ايه ملوكه كده نقعد شويه في البلكونه الحلوه دي في الطراوه دي. ايه رايكم؟ اطلعوا زهقان من الحر. ايه رايك يا لولو يا زمر؟ معانا في الطراوه الحلوه دي حبايبي. انا وملوكه وهو.
تابعوا معانا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. شايفين ان شاء الله اراضي. استنى اقول لكم ايه، نجرب لكم الكاميرا كده. شايفين الله الله ما شاء الله، شايفين المية مع الهوا العصر كده، تحفة تحفة تحفة. والطراوة بقى فظيعة صراحة، والجو كان حر نار، بس دلوقتي الجو طراوة حلو خالص ان شاء الله. ما احلى العصرية بقى كده في الطراوة، والقعدة كده وسط الاراضي والخضرة والحاجات الحلوة دي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي، اذكروا الله وقولوا لا اله الا الله. انت رايحه فين كده يا سوسن ولابسه كده؟ لابسين ورايحين على فين؟ لابسين كده يا حبايبي، واجت بقى اللحظه الحاسمه اللي بقى لنا سنين مستنيينها. ايه هي؟ ان انا طبعا رايحه عند والدتي. طب انت كل يوم بتروح عند والدتك؟ لا، النهارده غير. النهارده مروحنا حاجه تانية. ليه؟ ما هو ليه سبب. احنا رايحين ان شاء الله النهارده عشان نسلم على والدي ووالدتي واختي نرمين. ربنا يوعدكم جميعا يا رب. مسافرين بقى كده العمر الحج السعوديه، وربنا يعني ايه يرزق كل مشتاق، امين يا رب. بزيارة الحبيب النبي. طبعا يعني الفرصة دي ما تتعوضش بقى فلازم نروح ايه، نقعد معاهم يومين كده ونسلم عليهم. طبعا هم بقى لهم يومين بيرنوا عليا تعالي يا سوسن نقعد معانا اليومين ديلو، وانا بصراحة قلت لهم خلاص ماشي. كان في شويه ظروف كده فخلصت الظروف يعني الحمد لله على خير، وقلنا خلاص كده ناخد بعضنا بقى ايه ونروح بقى نقعد مع والدتي يومين كده ولا حاجه قبل ما تمشي هي ووالدي واختي، ونسلم عليهم. فتابعوا معانا الفيديو ان شاء الله يعجبكم وربنا يسعدكم جميعا يا رب. شايفين الحلوين المقطقطين دول لابسين كده وايه مستنيين التوك توك. ازيك يا لول؟ لول يودي زمال يقعد على الريال الثقل دي تابعوا معانا الفيديو يا حبيبي ان شاء الله يعجبكم. مجهزين العده اهو هنعمل ايه؟ الشنط دي فيها ايه؟ فيها دواء وفيها غيرات للاطفال، لمالك ولملك ولحمدي. ما احنا قلنا هنقعد يومين، فطبعا الجو حر وكل شويه بغيره، فما ينفعش ان انا ايه اروح كده من غير ما اخد لهم غيرات، وانا ما اضمنش الظروف بصراحه، لان الطفل الصغير ده ممكن يعني يرجع على هدومه، يعوز هدومه، يعمل اي حاجه، فانا لازم اخد معايا غيرات اول باول كل مره علشان خاطر طبعا لو في حاجه اغير له كده. فما ينفعش ان انا اروح اي مشوار وبالذات للصغير الا لما باخد له غيرين معايا ولا حاجه. طبعا فاقولهم بقى ايه الشنط دي برضو فيها اكياس علاج وحاجات من دي، فهي دي الحاجات اللي احنا بناخدها كل مره وبنرجع بقى برضو، بس ايه لازم اخدهم معايا احتياطي برضو يا حبايبي، ما اضمنش الظروف. وربنا يسعدكم جميعا وعقبالنا وعقبالكم اللهم امين يا رب. دعواتكم الحلوه لوالدتي ولوالدي ولاختي، ربنا يوصلهم السلامه كده ويوصلوا كده على خير ان شاء الله، وربنا يرزقنا احنا وانتم اللهم امين. بعد كده بقى التوك توك يجا، وخدت الاولاد كده وركبنا في التوك توك بقى، واحنا ماشيين قلنا ايه ناخد صوره معاكم حلوه كده وصوره ذكرى كده واحنا رايحين لوالدتي وهم مسافرين، ربنا يوصلهم بالسلامه. شايفين المناظر الطبيعيه الحلوه دي بقى. ده بقى الرز يا حبايبي بعد ما اخضر كده وينبت وطلع كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، بدا ان هو يخضر اهو ويطلع. بعد كده بقى بيفضلوا كل شويه يعني كل فتره كده ينزلوا على الارض ميه وينشفوها، ويعني كم مره كده في حسب الزرعة، على حسب الشهور بتاعت الزرعة دي. واللهم صل على النبي. على ما الرز ده بيكبر خالص وبيبدأ ان هو يصفر بقى ويتحصد، فهي دي طريقة الزراعة عندنا في الفلاحين. شايفين في اراضي لسه بدأت ان هي بتنشف اهي من المية، وبعد كده هتخضر، وبعد كده وصلت بيت اهلي بقى. انت عندكم لنا فين؟ وريني هو انتوا مخبيين عننا ولا ايه؟ والله انا لسه قايله يا ماما. ايوه حرام حرام ده احنا مكان الفلاحين واحنا جايين فكوفت علاش ايه برضه ام البطانيه لا ما هدخلوها اهي برضه. ازيك يا حبايبي؟ احنا طبعا وصلنا كده على الحجه وعقبالكم جميعا يا رب. تابعوا معانا الفيديوهات ان شاء الله تعجبكم. بس الحاجه بقى ايه هنصورها بس مش الوقت علشان ايه اما تلبس بقى الطرحه وكده. عامله يا زوز يا اخوي تعالى مش
اسكت. لا عايز عايز ازيك يا حبايبي؟ ازيكم يا حبايبي؟ عند عاملين نوره. ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. هما لسه يومين وهسيبهم يا لا والله الله يوحشوني. انا مش كنت راضيه اجي على فكره عشان مش عشان الوداع. ايوه الوداع هم يا زعلانين ان انا مش سوسن. كنت جايه، بس انا مش كنت عايزه اجي بصراحه عشان الوداع يا دي. حبايبي انا بقالي فتره بروح وباجي، بس يعني امي بقى وابويا اول مره معايا. يسيبونا، وانا على فكره انا بقول لها انا مش عايزه جايه البيت خالص طول ما انتم مش فيه. لا ازاي ولاد ما محمد موجود، ربنا ربنا يخليه، يحرمنا بس منه. دخلتي كده وهم موجودين لا بتبقى يا حاجه حبيبتي، تانية. محمد موجود وهاجر موجوده والبيت مفتوح في اي وقت ربنا لكل يخليهم الحبايب. يا رب. ربنا يا رب ما يحرمنا منه ويخليه لينا. طبعا هو اللي لنا في الدنيا دي يا حبايبي. وست ربنا يخليه الحبايب ويرزقه. ربنا يا رب يشفيها لنا، وادعوا لنا كده يا حبايبي ان احنا نوصل بالسلامه، وادعوا لنا ان يجعلها رحله سعيده علينا، يا رب. وان يا رب امي رايحه تعبانه وجسمها كله تعبها ترجع كده سليمه ان شاء ومعافيه من الله غير ان اي شاء الله تعب ترجع ومن غير اي حاجه. ان شاء الله. ان شاء الله. وبحب ربنا يوعد كل مشتاق يا رب. بنحبكم جدا جدا، وتابعوا معايا الفيديوهات هتعجبكم قوي. سوسن معانا يومين ان آه، شاء الله تابعوا هنعمل حاجات الفيديوهات. كتيره قوي النهارده. طبعا إن شاء الله. تجهيزاتنا بقى للسفر، وهنعمل شويه قرص كده وشويه عيش بقى نعيشكم معانا. ده كله بقى عند نرمين العمر. لا كل واحد هياخد له لقطات كده يا إن شاء حبايبي. طب ما هم قاعدين معايا هيصوروا ايه يا بس حبايبي؟ برضه. لا ما ينفعش. انت كل الفيديوهات واحد الأساسية. بص كل واحد هياخد له حاجه كده، بس تابعوا كل القنوات علشان هيبقى كل حد عنده حاجه غير التاني. ماشي؟ ربنا يسلمك. يعني مثلا هنعمل بيتزا هتبقى عند حد، هنعمل قرص هتبقى عند حد، عيش هتبقى يعني كده. تابعوا معانا وتجهيز الشنط وتجهيز الحاجات دي كلها. انا عايزه اقول لكم انا فرحانه قوي من قلبي ان انا ربنا طالعه مع يكمل ابويا فرحتكم وامي. على خير يا رب. يا رب يكمل فرحتنا على خير آمين. ويشفي بس امي كده، وربنا يا رب يحوش عنها. آمين يا دعواتكم يا روح قلبي.